اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد ومع وصفه جديده. كما كتعرفوا دابا الصيف وجا وقت البحر وجا وقت التعرض لاشعه الشمس والبيسينات، اكيد البشره ديالنا كتاخذ واحد اللون غامق. بغيت نشارك معكم طريقتي في هذا الصابون اللي كندير في الدار، كيبيض وكيحيد هذوك التصبغات كاملين ديال الجلد، وكيحيد هذوك الحروق ديال الشمس، كيوحد اللون ديال البشره، وكيعطيها واحد البياض وواحد اللمعان اللي زوين، كيحيد نهائيا ديك الحروقيه ديال الشمس. بقاو معايا البنات باش تشوفوا الطريقه كيفاش وجدت هذا الصابون. اول حاجه البنات غتاخدوا اي صابونه عندكم، صابون ديال المنجل، صابون ديال الطاوس، صابون ديال الحجره، اي صابون كتوفروا عليه. انا خديت صابون ديال دوف، حكيتها مزيان في الحكاكه. من بعد غندوزو غناخدو كاسرون، غنديرو فيها كاس ديال الماء، 3 ديال المعالق كبار ديال القهوه، ماشي القهوه سريعه الذوبان، القهوه العاديه اللي كنشريو اللي كتكون مطحونه كنشريو من عند الهري. غنديرو 3 د المعالق وغنديروها فوق البوطه، غنخليوها حتى غطلع فيها الغليه، 1 دقيقه ولا 2، ومن بعد غنحيدوها. غنكبو عليها هذاك الصابون اللي ديجا راه حنايا حكيناه، غنخلطو مزيان باش يذوب ليا في هذيك القهوه، ما حدها سخونه، خلطوه مزيان وحركوه حتى يذوب لكم 100%. من بعد غنضيفوا عليه المكونات، غنضيف معلقه كبيره ديال حليب بودره اولا حليب نيدو، وغنضيف معلقه كبيره ديال المايزينا، ومعلقه كبيره ديال الرز مطحون. ممكن تضيفوا حتى الحمص، ممكن تضيفوا النيله الا عندكم، اولا العكار الفاسي، اولا لبان الذكر، اي حاجه طبيعيه البنات ضيفوها، راه اكيد كتعطي نتيجه وكتعطي واحد البياض للبشره. من بعد غنضيف قطرات ديال الماء ورد، اولا ممكن تعوضوها بقطرات ديال الماء زهر، ولا ما عندكمش ممكن تستغناو عليها. غنخلط هذوك المكونات مزيان حتى يذوب ليا هذاك الصابون، وحتى يندمجوا ليا هذاك العناصر كامله ويولي ليا خليط واحد، ما يبقاوليش التكتلات ديال الروز ود المايزينا ود الحليب بوحديتهم، يندمجوا ويوليو خليط واحد. دابا غندوز البنات باش غنوريكم كيفين غندير هاد الصابون. كما كتشوفوا هذا هو القوام اللي حصلت عليه. دابا غندوز، خديت هادو ديال السيليكون اللي كيكونوا صغارين شويه، من بعد غنبقى نعمرهم. انا البنات كندير القياس ديال كل غسله وحده، يعني مثلا غنخليه يجمد، من بعد غيوليو ليا صغارين على شكل صابونات صغار، كناخذ القياس ديال وحده، غندخل ناخذ الدوش ديالي، غندي معايا صابونه وحده صافي هي اللي غتكفيني كامله في الدوش. الا كان عندكم هاد ليمول هادو كبارين فممكن انكم ديروا غير القياس، هي النص ديالهم اولا الربع. غنكمل لهم التعمار كاملين، غنخليهم يجمدوا. شوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي منين جبدوا. كنحيدهم بكل سهوله من هذاك المول وكنحطهم في البلاصه ديال الدوش ديالي فين حاطه لي برودوي. منين كنكون غندخل ناخذ دوش كناخذ صابونه وحده حتى كنسالي الدوش في خطره، كناخذ هذيك الصابونه وكنابليكيها على اللحم ديالي. كما كتشوفوا فيها هادوك الحبيبات ديال القهوه هما كيديروا لي بحال الكوماج اللحم وكيقشروا لي هذاك اللحم الميت، زائد ان الحليب مع هذاك ما ورد مع الروز كيعطيوني واحد البياض للحم. كما كتشوفوا ملي كنسالي كنشف مزيان كندهن باي كريم، كتبان النتيجه البنات من اول استعمال. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنقول لكم شكرا على المشاهده، واكيد اللي مازال ما اشتركش في القناه كنقول ليه اشترك. بسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد.